اهلا بحضراتكم. مفاجأة سارة للجميع. كله كان منتظر إضافة مواليد على بطاقة التموين، وفي ناس اتحذفت من بطاقة التموين. وزارة التموين اليوم تعلن عن بشرى سارة لكل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بتستفيد من التموين؟ الفيديو ده يهمك. ما بتستفيدش وعندك حد عايز تنزله على بطاقة التموين، تقدر الفيديو ده برضو يهمك، بس كمله للآخر. في البداية بعد إذن حضرتك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على بركة الله نبدأ الفيديو، وهعرفك ازاي الطريقة اللي تضيف بيها المواليد على بطاقة التموين ويكونوا مستفيدين من الحصة التموينية الشهرية. واحد، هتدخل على موقع دعم مصر من خلال الرابط الخاص بدعم مصر. الناس اللي مش هتعرف الكلام دواتي، هسيب لك رقم على الفيديو تقدر تتواصل معايا وانا هحل لك المشكله دي بكل بساطه، لكن بعد اذنك ما تسيبش الفيديو، كمله للاخر عشان تعرف الشروط والاوراق المطلوبه. ادخال رقم البطاقه التموينيه في الخانه المخصص ليها. طبعا الناس اللي عارفه، الضغط على حساب جديد واختر الخدمات التموينيه. بعد كده تكتب اسم الام للتاكيد من بطاقه التموين. بعد كده الضغط على الايقونه اضافه افراد، وادخل اسم المولود رباعي. وبعد كده ادخل الرقم القومي للمولود وصله القرابه اللي هو ابنك كده يعني. وبعد كده ضم الابناء، كلمه ضم الابناء هتظهر من تحت. وبعد كده كلمة أيقونة إضافة، أنت كده ضفته. في ناس هتدور تقول إن الكلام ده صعب عليها جدا، أنا عارف إن في ناس صعب عليها جدا إنها تعمل الكلام اللي أنا بقوله ده. تقدر تعمله من سايبر أو تقدر تعمله من خلالي، أنا هسيب لك رقم تتواصل معايا منه. الأوراق المطلوبة عشان تضيف المواليد، الناس اللي هتتصل قبل ما تتصل لازم تكون الأوراق دي موجودة مع حضرتك. صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية دي لازم تكون موجودة. نسخة من البطاقة التموينية، صورة برضو. رقم الهاتف المستفيد المسجل باسمه، يعني رقم الموبايل المسجل باسم بطاقة التموين. نسخة من بطاقة الخدمات المتكاملة إذا كانت متوفرة. نسخة من بطاقة معاش تكافل وكرامة برضو إذا كانت متوفرة. نسخة من بطاقة معاش الضمان الاجتماعي إذا كان متوفر. نسخة واضحة من شهادة ميلاد الطفل، دي أهم حاجة. الثلاثة دول أهم حاجة، صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة ورقم الموبايل وصورة شهادة الميلاد بتاعة الطفل، دول لازم يكونوا موجودين. نروح بقى للناس المستحقة عشان الناس ما تتصلش والناس ما تتواصلش معايا وهي عارفة انها ما تكونش مستحقة من خلال الدعم. في فئات معينة كده ما تستحقش انها تضاف في بطاقة التموين، وانا هقول اسمها قدام حضراتكم دلوقتي. من بين الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، الأسر اللي ليها أبناء غير مضافين على البطاقة التموينية بشرط إن ما يقلش عمرهم عن 4 سنين. ما يكونش الطفل عنده 3 سنين وتقول أضيفه، فوق ال4 سنين يتم إضافته مباشرة. ما بين الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين هم الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد. يعني أهم حاجة ما تكونش بتاخد 5 أفراد وتضيف 2 أو بتاخد 4 وتزود، لا، هم 4 أفراد بس اللي يكونوا مستفيدين من البطاقة التموينية، وبحد أقصى 4 أفراد. املى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقين معاش تكافل وكرامة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد، أبناء الأسرة البديلة. طيب، دول كل الفئات اللي المفروض تكون بتاخد او بتضاف على التموين، والفئات اللي ما بتضافش برضو انا قلت لكم اسمعهم في الفيديو. الناس اللي بتدور على كل حل في بطاقة تموين او خدمات المتكاملة او حجز كومسيون طبي او بطاقات تكافل وكرامة او حجز السيارات اللي هي السيارات بدون جمارك لذوي الاحتياجات الخاصة، كل ده هتلاقيه معايا على الفيديو ده. لكن في رقم انا هسيبه لحضرتك تقدر توصل معايا على الواتس وتكلمني مباشرة، برد عليك تلقائيا من اول ما بتكلمني عشان احل مشكلة حضرتك. الناس اللي عندها معاش وما عندهاش معاش تقدر تتواصل معايا عشان المعاش بتاعك ما يتوقفش، وعشان كمان تاخد معاش لو ما بتاخدش. لايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات، ويا ريت لو حضرتك تشير الفيديو ده عشان غيرك يقدر يستفاد وتبقى نقلت المعلومة لغيره، وجزاك الله كل خير.